اهلا بكل اصدقائي وكل حبايبي. النهارده ان شاء الله هنشوف شاحن انفينكس. ده شاحن انفينكس اهو بتاع العدة الاصلي. تمام. والشاحن طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده في صباع، دول طرفين ال220، في صباع من طرفين ال220 اتكسر. وطبعا ده الشاحن الاصلي بتاع الموبايل زي ما حضراتكم شايفين كده. فطبعا الشاحن كده لازم نشوف له حل، لإلا كده الشاحن هيترمي معانا ونبقى خسرنا شاحن اصلي. تمام. هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله، انا دي طبعا فككها عشان وقت الفيديو، طبعا دي بتبقى صعبة جدا، فطبعا قعدت احط فيها بالمفك لحد ما فكيت كده بالشكل ده، وطلعت معايا البوردة دي كده، بوردة الشاحن اللي هو الانفينكس الاصلي. تمام. وهنعمل ايه تاني بقى؟ هجيب شاحن زي ده شاحن او علبة شاحن فارغة. تمام. هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله هنيجي بيه البنسة كده، وهاجي على الصباعين دول. تمام. الصباع ده لو مسكته باحكام كده ولفيته هيلف معاك كده. طبعا انا مطلعهم شوية، بس قلت اكمل الفيديو او اوري لحضراتكم بقيت وانا بفكهم، يعني عشان حضراتكم تعرفوا الفكرة. تمام. اهو مع اللف كده بنلاقيها طلعت معانا من غير مكسرها، من غير مكسر دي او اكسر البلاستيكه دي. تمام. هبدأ اطلع بالاتنين كده. ليه احنا بنطلع بالاتنين كده يا اصدقاء؟ هقول لحضراتكم دلوقتي. انا طلعتهم يا اصدقاء دول ليه بقى؟ عشان دول الطرفين اللي هم هيخشوا معايا في ال220، يعني ده اللي هيبقى استبن مكان اللي مكسور ده. تمام. فانا مش هعرف الحم الاسلاك جوه هنا كده، يعني لو فضلوا راكبين كده مش هعرف الحم الاسلاك جوه. عشان كده انا طلعتهم عشان الحم فيهم الاسلاك، وهعديهم من هنا وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. تمام. فدي كده طريقة الخروج بتاعتهم. هنبدأ بقى دلوقتي نعمل ايه؟ هنبدأ نجيب طرفين سلك ونشوف مع بعض. جبت طرفين سلك هما يا اصدقاء، هنبدأ كده نعريهم. عملت ايه انا بقى يا اصدقاء؟ لحمت اول طرف. طبعا انا ثبته كده من غير لحام. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بنعدي طرف السلك ده كده في الفتحة دي اهو بالشكل ده كده. هنبدأ نعديه كده مع بعض اهو كده. عدى معانا يا اصدقاء اهو. اول ما بعدي السلك كده بعمل ايه بقى يا اصدقاء؟ باجي تاني بالشكل ده كده، وباجي جايب الصوبع. تمام. وابدأ اضغط عليه بالشكل ده اهو. تمام. وطبعا بدخله ازاي بقى؟ دوران لف كده. تمام. اهو بالشكل ده كده 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 اهو. ببدأ طبعا كده. طبعا انا عملت دي زي ما بعمل دي كده دلوقتي اهو. هبدأ الف كده لحد ما يخش طبعا للاخر، وهنشوف مع بعض. بعد ما لحمت يا اصدقاء الطرفين وثبتهم بالشكل ده، واديتهم كمان نقطتين شمع سيليكون عشان تثبت معايا، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي هنا فكين الصباع ده او نكسره، مش احنا كده كده مش محتاجينه يعني. بعد ما كسرت الصبع يا اصدقاء فتحت فتحتين عشان هنعدي منهم طرفين السلك دول، بس طبعا هطولهم شوية. هنعدي طرفين السلك دول هيطلعوا من هنا، هنلحمهم في البوردة اللي هي بتاعة الشاحن. هنوصلهم في طرفين ال220 دول، وبعد كده هنبيت البوردة وهنشوف مع بعض. بعد ما طولت الاطراف يا اصدقاء وعديتها من الفتحتين دول، تمام، هنبدأ بقى نبيت الشاحن ده في الشاحن ده كده، او الكفر ده في الكفر ده بالشكل ده كده اهو. زي ما حضراتكم شايفين هيفضل كده الطرفين دول متصلين بالصباعين دول. تمام كده. هنوصل الطرفين دول بالبوردة بقى اللي هم الطرفين ال220، هنوصلهم كده ونشوف مع بعض. هنبدأ نلحم الطرفين كده يا اصدقاء اهو. هنلحم الطرف التاني
بالشكل ده. كده احنا لحمناهم. بعد ما لحمناها بقى نبدأ نبيتها يا اصدقاء. كده كأننا هنبيت البوردة في الشحن بتاعها اهو، انفينكس اهو. هنبدأ نبيتها بقى مكانها، مفيش اي مشكلة خالص. وهنبدأ نقفل الغطا بتاعنا بقى عادي، مفيش اي مشكلة بالشكل ده. كده قفلناها يا اصدقاء بالشكل ده تمام. وطبعا ثبت هنا شمع عشان يثبت ده في ده، ودي برضو عشان كانت صعبة وهي خارجة فاديتها برضو نقطتين بالشكل ده. كده الشاحن معانا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدأ نجرب كده الشاحن مع بعض اهو. هنضع كده طبعا دول الصباعين اللي احنا عملناهم عادي بقى يخشوا طبعا في اي فيشة، مفيش مشكلة اهو. هنبدأ كده نضع اهو كده الشاحن بتاعنا تمام، وتوصل فيه مفيش اي مشكلة خالص على وضع طبعا 20 فولت. وهنبدأ نقيس نشوف مخرج معانا 5 فولت ولا لأ. ونشوف كده مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده حضرات. كده كام يا اصدقاء؟ 5 فولت اهو. يعني كده الشاحن واخد ال 220 ومخرج لي 5 فولت زي ما حضراتكم شايفين اهو. ادي الافومتر على 20 فولت اهو. يبقى احنا كده عملنا ايه يا اصدقاء؟ احنا كده صلحنا الشاحن الانفينكس اللي هو بتاع العدة الاصلي اهو، مخرج معايا كده 5 فولت اهي بالظبط. يبقى كده الشاحن شغال معايا مفيش اي مشكلة خالص، 5 فولت اهي. بس كده يا حضرات، ده كده كان فيديو بسيط عن ازاي تقدر لو الصباع اتكسر تقدر تشغل الشاحن بتاعك مفيش اي مشكلة. شاحن تمام اصلي، خسارة ان احنا نرميه. يبقى استفدنا دلوقتي بعلبة الشاحن اللي هي الفارغة دي، وصلحنا الشاحن بتاعنا مفيش اي مشكلة. وهنركب ادي الوصلة بتاع الشاحن اهي، هنركبها برضو مفيش اي مشكلة خالص اهو. بس كده يا اصدقاء، ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت تدعمني لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.